بتبدأ الحكاية في دولة غريبة كان حصل فيها مشاكل ومعدلات الإنجاب عندهم قلت جدا، فعلشان كده الشرطة خدت قرار ومضمونه إن أي حد يكمل 16 سنة هيجيله إشعار بشريكة حياته واللي لازم إنه يتجوزها أو هيدفع غرامة مالية كبيرة أوي. ولما اتطبق النظام ده معدلات الإنجاب ارتفعت تاني، والنظام ده نجح ونتج عنه أطفال معدل ذكائهم عالي جدا. بس ده هيسبب مشاكل مع بعض الناس زي بطلنا واللي اسمه نيجي، وده علشان هو بيحب زميلته في الفصل ميساكي ومش عاوز يجيله الإشعار من الحكومة واللي هيجبره يتجوز ببنت ما يعرفهاش ولا بيحبها. والإشعار ده لو جه لأي حد بيكون ممنوع يحب أي حد تاني. ومرة هم في المدرسة شوية طلاب اتجمعوا علشان يقولوا إنهم مش هيتجوزوا من الإشعار ده أبدا، وكان من ضمنهم نيجي. ولما كانوا بيتفقوا جت ميساكي وحطت ايديها معاهم على أساس مش ناوية تتجوز هي كمان. وبيكون نيجي بيحب ميساكي من 5 سنين، وبيفتكر أول مرة شافها لما كانوا في ابتدائي، ولما عطى ميساكي الأستيكة وهم صغيرين وشكرته عشان عطاها لها. ومن ساعتها هو بيحبها وبيكون زعلان عشان هو مش عاوز يحب حد او يتجوز حد غيرها. وتاني يوم ونيجي على الاكل بتقول له امه ان بكره عيد ميلاده وهيتمم 16 سنه، وبتقول له انها فرحانه عشان اخيرا الاشعار هيوصل وابنها هيتجوز. وده على عكس نيجي اللي بيكون زعلان جدا وبيفكر طول الليل وهو على السرير في حبيبته ميساكي، وبيكون ممنوع الدخول في اي علاقه بعد الاشعار. ولو نيجي ما اعترفش بحبه لميساكي دلوقتي مش هيعرف يعترف لها بعدين، فبيقرر ان هو يروح تاني يوم ويعترف لها قبل ما الاشعار بتاعه يوصل. وتاني يوم بينادي نيجي عليها علشان يعترف لها بحبه، ولما بيقول لها انه كان معاها في نفس الفصل وهم صغيرين بتقول له انها مش فاكراه، فبيزعل نيجي جدا وبيقول لها خلاص بعتذر عشان وقفتك، وبعدين بتمشي. بس وهي ماشيه نيجي بيزعق بأعلى صوته وبينادي عليها وبيقول لها النهارده الساعه 6 في حديقه المدرسه، هستناكي ويا ريت تيجي لو حابه يعني. وبعدين بيمشي وبيفضل نيجي في حديقة المدرسة مستني ميساكي لحد الساعة 10، ولكن في الآخر ما بتجيش. وبتيجي الشرطة وبتخلي نيجي يمشي عشان ما ينفعش يفضل لوحده بره البيت بالليل، فبيقول لهم تمام وبيقرر انه يروح. بس وهو ماشي ميساكي بتنادي عليه وتوقفه وبتعتذر منه عشان اتأخرت، وبيقعدوا هما الاتنين على الكرسي. وبيكون نيجي محروق جدا ومش عارف يبدأ كلام ازاي، ولما بتسأله ميساكي عن معلومات في التاريخ بيجاوبها وبيتكلم بسرعة ويحرج، فبتضحك ميساكي وبتقول له انت كنت على طول كده واحنا في الفصل. فبيستغرب نيجي انها لسه فاكراه، وبتقول له ميساكي انها كسبت عليه لما قالت له انها ما تعرفوش في المدرسه. وبيعترف نيجي بحبه لميساكي وبيقول لها انه بيحبها بقاله 5 سنين. وبتعيط ميساكي عشان هي كمان كانت بتحبه، وبتكون ميساكي محتفظه بالاستيكه اللي كان عطاها لها وهم صغيرين، وبتقول له انها كانت بتحبه من يومها. فبيفرح نيجي جدا من كلامها وبيفرح اكتر عشان طلعت بتحبه. بس الساعه بتوصل ل 12 وبيبعتوا اشعار لنيجي على البنت اللي المفروض يتجوزها، وبيستغرب نيجي من الاشعار ده جدا عشان شريكه حياته هي ميساكي، وبيكون فرحان جدا. بس 2 من الحكومة بييجوا علشان يسلموا الإشعار الحقيقي، وبتفاجئ نيجي علشان في بنت تانية مكتوب عندهم. ولما بيقولهم نيجي على اللي حصل وإن جاله إشعار من شوية بإنه هيتجوز ميساكي بيقولوا له الكلام ده مش حقيقي، وبعدين بيمشوا. وبتكون ميساكي حزينة جدا عشان ما عادش ينفع تحب نيجي، وبتبارك له بعيد ميلاده وبتقول له إنها فرحانة عشان اعترفت له بحبها وبتتمنى له السعاده، وبتجري وهي زعلانه وبتعيط. بس نيجي بيجري وراها وبيلحقها وبيقول لها انه بيحبها ومش هيسيبها ايا كان، فبتعيط وبيحضنوا بعض هما الاتنين. وبيكون الاشعار وصل للبنت اللي المفروض يتجوزها نيجي، وبيكون البنت دي اسمها ليلينا. وتاني يوم بيتجمع العيلتين عشان العريس يشوف عروسته، وبيكون نيجي زعلان جدا عشان مش هيتجوز حبيبته ميساكي. واول لما نيجي بيشوف ليلينا بيتصدم قوي عشان البنت بتكون جميله، وبيقول نيجي انه اول مره يشوف واحده بالجمال ده. واثناء ما كانوا قاعدين بيتعرفوا على بعض بيكون نيجي باين انه محبط وزعلان، ولما بتيجي ليلينا تكلمه مش بيرد عليها، فبتزعل البنت وبتقوم تزعق وبتقول لهم انا مش هتجوز العبيط ده. وبعدين بتمشي وبتقترح العيله على نيجي ان هو يدور عليها علشان يقربوا من بعض اكتر. ولما نيجي كان بيدور عليها حط ايده على باب كده بالغلط فطلعت ليلينا جوه، ولما شافها حسوا هما الاتنين بالاحراج. وبتكون ليلينا زعلانه وبتعيط عشان هي بوظت الجواز، وبيطلع ان ليلينا كمان كانت خايفه انها تتجوز بس قررت تواجهه. وبعد كده حصل لها الموقف ده، فبيزعل نيجي من اللي عمله معاها وبيعتذر لها وبيقول لها ان اللي حصل ده علشان بيحب بنت تانية ومش عاوز يبعد عنها. وبتكون ليلينا فرحانة وهو بيحكي لها وطلبت منه يحكي لها على التفاصيل كلها، فبيقول لها نيجي على كل اللي حصل، وبيقول لها انه عاوز يتعرف على ميساكي اكتر ويتكلم معاها اكتر ويعرف هي بتحبه في ايه كمان. فبتقرر ليلينا انها تساعده وتعرفه على ميساكي، فبيفرح جدا. وتاني يوم بيروح نيجي على المدرسة وبينبهر صحابه من جمال شريكته، وبيكونوا فرحانين لصاحبهم علشان حبيبته طلعت جميلة جدا. وبيكون الكل فرحان لنيجي عشان اخيرا هيتجوز، بس ميساكي باين انها زعلانة جدا ولكن مش بتبين. وبتكون ليلينا طلبت من نيجي يروح لها المدرسة عشان يتفقوا على خطة
متعاطف فبيروح لها نيجي على المدرسة، لكن بتكون ليلينا تعبت وراحت على غرفة الممرضة، فبيروح عليها نيجي وبيتكلموا شوية، وبعد ما بيخلصوا بيروحوا فبيشوف نيجي ميساكي وهي ماشية، ولما بيقول للينا عليها بتروح عليها وبيبدأوا يتعرفوا، وبتسأل ليلينا ميساكي عن مشاعرها ناحية نيجي، وبيكون نيجي وراهم أصلا، وبتقعد ميساكي تحكي لها هي بتحبه من امتى وبتحبه قد ايه، وبتكون ليلينا متأثرة جدا وفرحانة بقصة حبهم، وبتفرح ميساكي عشان أول مرة تحكي لحد عن حبها لنيجي، وبعدين بتمشي، وبعد ما بتمشي بتقعد ليلينا تعيط من الفرحة عشان أول مرة يكون عندها صديقة، وبيكون نيجي فرحان ومفكر ميساكي ما شافتهوش، وبتكون ليلينا بعد ما شافت قصة الحب بتاعتهم بتكون مقررة تقف جنبهم لحد لما يتجوزوا هما الاتنين. انتهى الجزء اللي فات بعد ما ليلينا قررت انها تساعد نيجي وميساكي عشان يتجوزوا، وبنشوف ليلينا اللي بتقول لنيجي انت لازم تقابل ميساكي كل يوم عشان ده اللي بيحصل بين اي اتنين بيحبوا بعض، وبعدها بيكون عدى اسبوع على وصول الاشعار وميساكي بتكون ما كلمتش نيجي خالص، وبيكون نيجي زعلان عشان هي مش في حياته اليومية، وبعدها بنشوف صديق نيجي واللي بيكون الواد الأمور اللي في المدرسة كلها واللي كل البنات بتحبه، بنعرف ان الواد ده اسمه نيساكا، وبيكون ده صديق نيجي المفضل وبيحكي له على كل حاجة في حياته، وبتكون ليلينا قالت لنيجي يروح لها البيت عشان عاوزاه، ولما بيوصل هناك بتكون ليلينا متضايقة منه عشان هو واصل متأخر، وبتقعد تهزقه شوية على الباب، ولما بيدخل نيجي اوضتها بيلاقي ميساكي قاعدة جوه، وما بتكونش ليلينا معرفاهم ان هي هتجيبهم هما الاتنين البيت عندها، فبتتحرك ميساكي وبتقول انا لازم امشي دلوقتي، بس ليلينا بتقنعها انها تقعد، وبتقول لها انا جايباها عشانك اصلا، وبتقول لهم ليلينا انتوا لازم تقابلوا بعض على طول عشان انتوا بتحبوا بعض، ولما بيجي نيجي يتكلم مع ميساكي بيحسوا هما الاتنين بالاحراج عشان ليلينا بتكون قاعدة معاهم، فبتقرر ميساكي انها تمشي من البيت، لكن قبل ما تمشي بتقول ميساكي ليلينا انها لازم تحب نيجي عشان من الصعب ان هما الاتنين يرتبطوا، وبتقول لها ميساكي ان الموضوع هياخد شوية وقت بس وهتحب نيجي، فبتتصدم ليلينا من كلامها، وبتقول لنيجي انت لازم تكلم ميساكي كل يوم وتقابلها عشان ما تحبهوش، ولما بيروح نيجي المدرسة بياخد باله ان في نظرات غريبة بين ميساكي ونيساكا صح، فبيفكروا بيحبها وفي بينهم حاجة، ولما كان نيجي بيغير هدومه من حصة التربية الرياضية كان بيفكر في اللي حصل لحد ما الطلاب كلهم مشوا وما فاضلش غيره هو اللي بيغير هدومه، فبيطلع يجري عشان يحضر الحصة اللي بعدها، بس هو بيجري بتناديله ميساكي وبتوقفه على جنب وبتسأله على اللي قالته له لينا، فبيقول لها هي قالت لي قبلك كل يوم واديكي قبلة استغفر الله العظيم، فبتستغرب ميساكي وبعدها بنلاقيها هي اللي بتديله قبلة استغفر الله العظيم، فبيشوفهم نيساكا لما بيكون ماشي بس مش بيتكلموا، وفي اخر اليوم بيسأل نيجي نيساكا عن العلاقة بينه وبين ميساكي فبيقول له مفيش حاجة بينه وبينها، وتاني يوم بتكون لينا بتتغدى عند نيجي عشان امه عزمتها عشان يتعرفوا على بعض اكتر، وبتتكلم نيجي عنها هي وجوزها لما وصلهم الاشعار، وتحط لينا ونيجي في موقف محرج، وبتكون لينا مستغربه من قصه حبهم ولكن بتكون مستمتعه، وبعد الاكل بيروح نيجي ولينا على اوضه نيجي عشان يكونوا على راحتهم اكتر، ولما بيكونوا ماشيين بيمسك نيجي ايد لينا، وبتكون لينا محرجه وحاسه انها بدات تحب نيجي، ولما بيروحوا اوضه نيجي بتصدم لينا وبتقول له اوضتك عامله زي المزبله، فبتقرر لينا انها تنضفها عشان مش بتحب تقعد في مكان مش نضيف، وبيكون نيجي باين عليه انه بدا يحب لينا وبيقعدوا مع بعض، وبتسال لينا نيجي عن ميساكي فقال لها احنا تقابلنا وحصل بينا استغفر الله، ولينا مش بتكون زعلانه وبتقول نيجي احكي لها عن قصه حبهم، فبيحكي لها نيجي وبيكون متاثر، وبنشوف لينا واللي بتكون متاثره، وبنعرف ان لينا ما حبتش حد قبل كده ومش عارفه الحب بيكون ازاي اصلا، وفجاه وهم قاعدين بتيجي الحكومه عشان تعرف هم مناسبين لبعض ولا لا، وبيكون الاتنين بيتكلموا زي بعض، وبتقول لهم موظفه الحكومه انتم مناسبين لبعض جدا، وبتقول لهم ان الاشارات عمرها ما بتجيب غير الشخص المناسب للتاني، وبعدها بيمشوا، بس قبل ما بيمشوا بيسالوا نيجي على عنوان ميساكي، فبيتصدم نيجي وبيكون مفكر ان اشعار ميساكي وصل وانه مش هيشوفها تاني وانها هتتجوز، ولما بتشوف لينا حالته بتحاول تهديه وبتقول انت لازم تسال ميساكي على كل اللي حصل، فبيقول لها نيجي انه قرر يسيب ميساكي عشان تعيش حياتها، بس بتقول له لينا انت لازم تحارب عشان حبك لميساكي، وتاني يوم بيسال نيجي ميساكي عن الاشعار اللي وصل لها وبيقول لها الشخص كويس ولا لا، فبتقول له ميساكي ان الحكومه كانت رايحه عشان اهلها مش عشانها، وبتقول له حتى لو الاشعار وصل هتكون انت الشخص المميز بالنسبه لي، فبيتاثر نيجي وبيكون بيلوم نفسه عشان كان قرر يسيبها، وبنعرف ان ميساكي عندها صاحبه واسمها شو وبتكون عارفه عنها كل حاجه، وشو بتاخد بالها ان الحب مبهدل ميساكي، ولما بيرجع نيجي على البيت بيكلم لينا وبيقول لها ان الاشعار ما وصلش لميساكي، فبتفرح لينا جدا وبتقول لنيجي انهم هيخرجوا للتخييم، وبتقول انها عزمت ميساكي معاهم، فبيتصدم نيجي وبيكون محرج وفرحان عشان ميساكي هتروح معاهم رحله التخييم، فبيقول لها نيجي عادي لو جبت صديق معايا، فبتقول له عادي، وتاني يوم بيروح لنيساكا صاحبه وبيترجع عشان يروح معاه رحله التخييم عشان ما يكونش لوحده، بس نيساكا ما بيكونش موافق في الاول، ولكن بعد الحاح من نيجي بيوافق، لكن لما بيعرف ان ميساكي رايحه بيتصدم قوي، وتاني يوم بيجهز نيجي عشان يروحوا رحله التخييم، وبنعرف ان العيله راحت بالعربيه وهم هيروحوا بالقطر، وبيتقابلوا في المحطه عشان يروحوا مع بعض، وبنشوف ان في نظرات غريبه بين نيساكا وميساكي، واثناء ما كانوا في القطر بتكون لينا حاسه بالملل وبتقول لهم انتوا ساكتين كده ليه؟ جاتكم نيله فيكم في اللي عايز يسافر معاكم،
فبتصدم نيجي منها، ولما بيوصلوا بيطلبوا من نيجي ونيساكا يجهزوا ليهم الغداء، وبيكون نيساكا ما بيعرفش يطبخ وبيخلي نيجي يطبخ مكانه، فبيقول له نيجي يغسل الخضار هتعرف ولا لا؟ فبيقول له نيساكا انت شايفني غبي يا عم؟ فبنلاقيه بعدها بيقول لي نيجي اي نوع من الصابون اختار، وبنشوف نيجي اللي قرب يتشل خلاص. وبعد ما بيخلصوا طبخ الاكل بيعجب الامهات وبيمدحوا في نيساكا عشان مفكرين هو اللي طبخه، وبيقولوا نيجي يروح ينادي على البنات عشان ياكلوا. ولما نيجي بيوصل لهم بيلاقيهم لابسين هدوم السباحه وبيلعبوا في الميه، وعشان ابننا نيجي محترم مش بيبص عليهم. استغفر الله العظيم منك يا نيجي، ما عادش في حد محترم. المهم ولما بتشوفوا ليلينا وبتكون خارجاله رجليها بتتعور، فبيشيلها نيجي عشان يوديها للمخيم، وبيكون الموضوع محرج جدا بالنسبه لهم. وبتكون ميساكي جايبه حاجتهم اللي كانوا سايبينها عند النهر، بس بتقابل نيساكا وبيتكلموا مع بعض. ولما بيشوفهم نيجي بيكون زعلان جدا وبيكون مفكر ان نيساكا بيحبها هو كمان. ولما كانوا قاعدين بالليل بيسأل نيجي نيساكا عن اللي بيحصل بينه وبين ميساكي، بس ليلينا بتيجي وبتقاطعهم وبتقول لهم تعالوا نتمشى في الغابه، وبتقسموا الفريقين، فريق ليلينا ونيساكا والفريق التاني نيجي وميساكي، وبيكون دايما تخطيط ليلينا عشان تقربهم من بعض اكتر. وبنشوف نيجي وميساكي ماشيين وماسكين ايد بعض عشان الضلمه، وبيشوف ميساكا حشره مضيعه فبتمشي وراه لكن في الاخر بتقع، ولما بيحاول نيجي ينقذها بيقع وراها وبيحصل معاهم موقف استغفر الله العظيم. وفي نفس الوقت بنشوف ليلينا ونيساكا، وبيكون نيساكا فاهم اللي ليلينا بتعمله وبيقول لها كل اللي بتعمليه ده هيجي على دماغك في الاخر، وبيقول لها لو نيجي اختار ميساكي انت مش هيكون ليكي دور في علاقتهم وهتتجوزوا واحد وممكن يطلع مش كويس ويبهدلك، وبعد ما نيجي ينفصل عنك هيضطر يدفع الغرامه، وعشان كده مش هيعرف يدخل الجامعه اللي بيحلم بيها، ولو قدر يجمع الفلوس مش هيقبلوا لانهم مش بيقبلوا الناس اللي سابوا شركائهم. فبتتصدم ليلينا وتقول له كل اللي انا كنت عايزاه ان اجمع اتنين بيحبوا بعض، فبيقول لها نيساكا ان الكلام ده بينفع بس في الافلام، فبتزعل ليلينا جدا. وبيشوف نيساكا حشره مضيعه فبيمشي وراها، وبيشوفوا نيجي وميساكا اللي بيكونوا في قمه الاحراج، وبيمشي نيجي طول الطريق مكسوف ومحرج. ولما بيوصلوا عند مكان الحشرات المضيعه وبيكونوا فرحانين، وبتكون ميساكا متأثرة عشان النوع ده من الحشرات لما بيحط البيض بتاعه بيموت، يعني الحشرات بتضحي بكل حاجه عشان تحب بس. وبيمسك الاربعه ايد بعض وبيستمتعوا بالمشهد، وبعد يومين بيرجع كل واحد على بيته. بيكون نيجي زعلان وهو ماشي، فبتلاحظ ليلينا وبتحاول تخفف عنه، فبتسأله عن حاجه في التاريخ، وعشان هو بيحب التاريخ بيجاوبها بكل حماس وبيفرح، وبيحسوا هما الاتنين انهم بدأوا يحبوا بعض. بيبدأ الجزء ده بليلينا وهي بتحلم بنيجي وبقت حاسه بتكلف في مشاعرها وحاسه انها بتحب نيجي، فبتروح ليلينا المكتبه عشان تقرا عن الحب عشان هي بتكون ما تعرفش حاجه عنه. فبتشوفها واحده زميلتها في المدرسه وبتنادي عليها، وبتكون البنت دي التانية على الفصل لان ليلينا بتكون الاولى على طول. والبنت بتقول لليلينا انها عايزه تكون صديقتها عشان هي عايزه تتعرف عليها اكتر، وبتكون البنت دي عارفه ليلينا من زمان عشان هي معروفه في الفصل، وبتكون ليلينا رافضه انهم يكونوا اصدقاء، ولكن لما البنت بتقول لها كلام شبه كلام نيجي بتوافق بعدها انهم يكونوا اصحاب. وبعدها بنشوف نيجي في المدرسه وبيكون ما عادش بيكلم ميساكي زي الاول، وبيجي المدرس بتاع نيجي وبيخليه هو وصاحبه اللي اسمه تاكيدا يروحوا على دوره خاصه بالناس اللي جالهم الاشعاع. ولما كانوا ماشيين بيقابلوا نيساكي واللي بيكون عارف عن الدوره من اهله، وبعدها لما بيروحوا الدوره بيتعرف نيجي على شريكه تاكيدا واللي بيكونوا مناسبين لبعض جدا، وبيكون تاكيدا حكى لشريكته عن نيجي وانه كان صاحبه وهو في ابتدائي، وساعتها بيسال تاكيدا نيجي عن شريكته، فبيقول له نيجي ان هي لسه ما جتش، وبيكون نيجي قلقان جدا على ليلينا علشان اتاخرت. بس بعدها بتيجي ليلينا وبتكون جميله جدا، وبيعجب نيجي بتسريحه شعرها وبتديله ليلينا تمثال كهديه ليه، وبيحب نيجي التمثال ده جدا عشان هو بيحب الحاجات الاثريه، وبيكون نيجي جاب لها تمثال على شكل قطه وبيكون شكلها مش حلو بس بتعجب ليلينا جدا. وفي الوقت ده بنعرف ان شو صاحبه ميساكي شغاله في المكان ده وبتراقب الناس اللي في المكان واللي من ضمنهم نيجي وليلينا، وبتكون الدوره دي عباره عن محاضره عن الازواج واللي بيحصل بينهم، وبتكون ليلينا اول مره تسمع الكلام ده، وبيكونوا عاملين الدوره دي عشان يقربوا الشركاء من بعض اكتر، وبتعرفهم الموظفه ان كل اتنين شركاء هيناموا مع بعض في اوضه واحده. وبيجي الموظف اللي كان سلم لنيجي الاشعار لما كان قاعد مع ميساكي وبيقول له انت لازم تختار واحده منهم في اسرع وقت، وكمان بيقول له انه هيكون متراقب في الاوضه. فبيتصدم نيجي وبيخافوا، وفي الوقت ده بيسمع بنت بتتكلم مع شريكها وبتقول له ان هم لازم يقربوا من بعض في المكان اللي جاي عشان ما يحصلهمش مشاكل، وممكن درجاتهم تقل كمان في المدرسه، وممكن كمان يترفضوا من المدرسه. لما بيروح نيجي وليلينا على اوضتهم بيكون نيجي خايف على ليلينا، وبيكون خايف لا تقل درجاتها في المدرسه لو عرفوا انهم بيمثلوا انهم مرتبطين، وبيكون عايز يبين انهم مبسوطين عشان محدش يلاحظ. وبيروح على ليلينا وبيعمل نفسه بيبوسها، ولكن بيبوسها بجد، لكن بتزعل ليلينا جدا منه عشان عمل كده، لكن بيقول لها ان هو عرف ان في كاميرات هنا وانهم متراقبين، ولو ما كانش عمل كده كانوا هيتعاقبوا هما الاتنين. فبتقول له لينا اللي انت بتقوله ده مش صحيح، ولو كان كلامك مظبوط كانت الناس هتشك في الاشعارات وكان النظام ده هيتلغي. وبتكون لينا زعلانه منه وبتكون خايفه منه، فبيزعل نيجي
وبيتضايق من نفسه على اللي هو عمله. وتاني يوم بيقابل نيجي الراجل اللي كان قال له ان هما هيكونوا متراقبينه، وبنعرف ان الراجل ده كان بيشوفه هو هيختار حب الميساكي ولا الاشعار، وبيطلع ان نيجي ممكن يختار ليلينا بدل ميساكي، فبيزعل نيجي جدا وبيمشي. وبتكون ليلينا بطلت تكلم نيجي من ساعتها. وبعدها لما كان في المدرسه بيكون الطلاب هيعملوا مسرحيه روميو وجولييت بس بالعكس، يعني الولد هيكون بنت والبنت هتكون ولد، وبيكون ميساكي هو جولييت عشان هو شبه البنات، وميساكي هي روميو. ولما كانت ميساكي بتتدرب بتاخد بالها ان نيجي زعلان، ولما كان نيجي بيساعد زمايله بيقع التمثال اللي عطتهوله ليلينا، فلما كان بيجيب التمثال ايده اتعورت، ولما عرفت ميساكي اللي حصل بتروح له بسرعه عشان تطمن عليه، وكمان بتساله هو زعلان ليه كده، فبيحاول نيجي يخبي عليها لكن ما بيعرفش، فبيقولها ان هو زعلان عشان ضايق ليلينا وجرح مشاعرها، وهي بطلت تكلمه بقالها شهر وهو مش عارف يعمل لها ايه. فبتقول له ميساكي ان هي هتقابلها عشان تعرف هي فيها ايه، ولما بيتقابلوا بتقول لها ليلينا ان هي حاسه بتقلب في مشاعرها وان هي مفتقده نيجي جدا، وبتكون ميساكي زعلانه بس مش بتبين. وفي الوقت ده بيكون نيجي قابل الراجل اللي سلمه الاشعار وبيحكي له نيجي عن مشكلته، فبيقول له الراجل ان هو عارف مشكله زي مشكلته حصلت مع شخص قبل كده، وبيكون الشخص ده اتحط في نفس المشكله بتاعت نيجي، ولكن الشخص ده اختار شريكته من الاشعار ورفض البنت اللي بيحبها، عشان كده هو ندمان طول حياته. فبيقول لنيجي ان هو لازم يعمل الصح ويفكر كويس عشان ما يندمش طول حياته زي الشخص ده. فبيتأثر نيجي من كلامه، وبعدها بيروح عشان يكلم ليلينا ويعتذر لها عشان يخرجوا مع بعض، وبيكون حاسس ان هو بيحب ليلينا اكتر، لكن ليلينا مش بترد عليه. وفي الوقت ده بنشوف ميساكي واللي بتكون زعلانه عشان ليلينا بتحب نيجي وحاسه ان هي هتكون بره حياته، وبتكون زعلانه جدا. وبعد مده بتبعت ليلينا رساله لنيجي بس عن طريق البريد، وبتقول فيها ان هي بقت بخير وموافقه يخرجوا مع بعض، وبتقول انها اسفه عشان ما كانتش بترد عليه. ولما كان نيجي بيقرا الرساله بيكون فرحان وبيروح المدرسه وهو مبسوط. ولما كان في المدرسه بيساعد زمايله في التجهيز للمسرحيه، وبنشوف ميساكي ونيساكا وهما بيتدربوا، وبيكون نيساكا مكسوف عشان هو اللي هيكون البنت والناس هتتريق عليه. وبعدها بيتقابل نيجي وميساكي، وبتكون ميساكي فرحانه عشان نيجي فرحانه. وفي نهايه اليوم لما كان نيجي ونيساكا مروحين بيكون نيساكا قرر يسيب المسرحيه عشان هيكون بنت والناس هتتريق عليه، لكن نيجي بيقنعه في الاخر. وبنشوف بعدها نيجي واللي بيكون بعت رساله للينا وبتكون شافتها وردت عليه، وبتكون العلاقه بينهم بتتحسن. وبنشوف ميساكي واللي بتكون بتتمرن كتير عشان ما تفكرش في نيجي، وبيكون ورق الدعايه بقى جاهز، وبيروح نيجي عشان يوزعه فبيوقع ورق الدعايه منه، فبتشوفه ميساكي وبتساعده. فبيقول لها نيجي انا حاسس انك مش كويسه، فبتقول له ميساكي ان هي ضغط على نفسها في التدريب عشان تكون بعيده عنه. ولما بينزلوا على جنب كده بره المدرسه بتساله ميساكي عن ليلينا، وبتقول له بقت بتحبها ولا لا. انا عارفه ان هي جميله ولطيفه، بس نيجي بيقول لها انا بحبك انت مش كده، ولا هو ايه الحب اصلا؟ بتضحك ميساكي ضحكه كلها زعل، وبتقول الحب لما تكون مهموم طول يومك ولما تشوف اللي بتحبه تنسى كل همومك وتكون فرحان. الحب هو انك تكون مستني اللي انت بتحبه لفتره طويله عشان تشوفه مره واحده بس وهو معدي. ميساكي بتكون بتقول كده وهي حزينه جدا، بتقول يا نيجي انا حبيتك من 5 سنين، وكل يوم كان بيعدي كان بيزيد حبك عندي اكتر واكتر. ولما كنا في ابتدائي اتمنيت نروح رحله مع بعض، ولما كنت في اعدادي اتمنيت اعترف لك بحبي، ولما كان زمايلي بيتكلموا عن الحب كنت انت اللي بتيجي في بالي على طول. وبنشوف ميساكي واللي بتكون زعلانه وبتعيط، وبتقوله بعد الحب ده الاشعارات اختارت لك بنت تانية والمفروض ابعد عنك، والمفروض ان انا ما اقولكش الكلام ده دلوقتي، بس انا بحبك يا نيجي. نيجي بعد ما شافها في الحاله دي ما قدرش يمسك نفسه وراح عندها وحضنها. ميساكي عينيها كلها دموع، ونيجي في الوقت ده عرف هي مين حبيبته الحقيقيه، وعرف ساعتها قد ايه هو كان غلطان في حقها. بس بعدها ميساكي حست بالذنب ناحيه ليلينا فبتتاسف لنيجي وبعدها بتمشي. وبعدها بنشوف نيجي واللي بيكون بيوزع ورق الدعايه على الناس عشان تشوف المسرحيه بتاعت فصلهم. وفي الوقت ده بنشوف نيجي ميساكي وهي في هدوم العرض وبتكون جميله في اللبس ده، وساعتها بيروح عليها شويه من البنات عشان يتصوروا معاها، وبتيجي شوف بنتين تانيين عشان يشوفوا ميساكي. فبيخلع نيجي من المكان عشان في بنت كانت بتضربه وهو صغير، وبتكون واقفه عند شو. لما بيمشي من المكان بيقابل الراجل من الحكومه، وبنعرف ان هو كمان هيكون في المسرحيه عشان هو بيكون المسؤول عن الناس اللي جالها اشعار واللي من ضمنهم نيجي. ولما نيجي بيسأله عن الاشعار اللي جاله وكان بيجمعهم ميساكي بيقول له الراجل ان الاشعار ده مش حقيقي، فبيزعل نيجي جدا. وبنشوف لينا واللي بتكون وصلت على الحفله، وبنشوف صاحبتها واللي بتكون جت معاها. ولما كان نيجي بيوزع ورق الدعايه بيشوف لينا وبيكونوا محروجين جدا من بعض، فبيسيبوا لينا وبتطلع على الحفله، وبيكون نيجي زعلانه عشان مفكرها زعلانه منه. ولما بيحكي لنيساكا على اللي حصل بيقول له نيساكا ان هي عمرها ما هتيجي المسافه دي وهي زعلانه منه. وبنشوف بعدها الطلاب اللي جهزوا عشان المسرحيه، وبيكون نيجي واقف كده ومش لاقي حاجه يعملها عشان يساعدهم بيها، ولكن لما بيجي يساعدهم مش بيعرف. لكن لما بيكون واقف عند نيساكا بيقول له نيساكا ان هو اللي اقنعه يجي المسرحيه،
ولما كانش يقنعه ما كانش هيمثل في المسرحيه، فبيتأثر نيجي بكلامه. وساعتها لما بيشوف نساكا في لبس جولييت بيندهش منه عشان هو بيكون شبه البنات جدا. ولما بتبدأ المسرحيه بتكون ميساكي مش مركزه، بس لما نيجي بيشجعها بتتحمس وبتأدي اداء رائع، وبينبهر الجمهور من العرض. وبعد العرض لما كان نيجي ماشي بيقابل شو اللي بتسأله عن الإشعار اللي بيجمعه بميساكي، فبتصدم نيجي عشان محدش يعرف عن الإشعار ده غير ميساكي والاتنين من الحكومة. فبيسألها نيجي وبيقول لها ميساكي اللي قالت لك، فبتقول له ميساكي ما قالتش حاجة. فبتصدم نيجي وبتكون شو عارفة ان ميساكي تعبانة بسبب حبها لنيجي، عشان كده وقفت نيجي وقالت له كده، وبتقول له ان البنت اللي المفروض تتجوزها هي ميساكي. فنيجي بيتصدم بعد ما بيسمع كلامها، وليلينا كمان سمعت الكلام ده وهي ماشية. فلما بتروح ليلينا عشان تفهم اكتر بتمشي شو، وبيكون نيجي وليلينا واقفين مصدومين من الكلام اللي سمعوه. فبيقرروا انهم ياخدوا رقم شو من ميساكي عشان يكلموها هما الاتنين، وبعدها بيروحوا على اصحابهم عشان يهنوهم على ادائهم الرائع في المسرحيه. وبتصدم ليلينا لما بتعرف ان نيساكا هو اللي عمل دور جوليتو، وبتكون عيلة نيساكا وصلوا وبيضحكوا عليه. وبيكون ابو نيساكا عارف ان نيشي كان خد ابنه معاه رحله التخييم، فبيشكره وكتعبيرا عن امتنانه بيعزمه على فرح ابنه الاكبر، وبيقول له هات اي حد انت عايزه معاك. وكمان بيعزموا ميساكي وليلينا على فرح، وبتكون ليلينا نسيت تاخد رقم شو من ميساكي، فيقول لها نيجي انه هيتصرف وياخده. وتاني يوم في المدرسه بعد ما خد رقم شو بيكلمها، ولما بتشوف اسمه بتعمل له حظر من على تليفونها. فبيزعل نيشي وبيروح على ليلينا وبيحكي لها اللي حصل، فبتكلمها ليلينا عشان يقابلوها، وبتوافق شو بعد ما بتكلمها ليلينا. وتاني يوم بيروحوا لها على مدرستها وبيستنوها هناك. وبيكون نيجي مصدوم من المدرسه لانها بتكون خاصه بالعباقره، وليلينا بيكون بالنسبه لها عادي لانها بتكون في نفس مستوى مدرستها. ولما بتروح لهم شو بتسالها ليلينا عن الاشعار اللي يخص نيجي وميساكي، فبتاخدهم شو على مكانها المفضل عشان تكلمهم هناك. وساعتها بتقول لهم ان هي عايزه تحمي ميساكي عشان هم اصحابه، وبتحكي لهم عن ميساكي لما كانت صغيره، وبتقول لهم انها كانت بتشتري صور لنيجي على الرغم من انها مش في نفس الفصل بتاعه عشان تشوفه بس. وبتقول لهم شو ان هي مش عايزه ميساكي تكون زعلانه، وان الرابط بينها وبين نيجي مش مجرد اشعار. وبتكون ليلينا مصدومه عشان ميساكي ما قالتلهاش على كل ده، وبيكون نيجي قاعد مصدوم ومتاثر. وفي الوقت ده بيجي الموظف بتاع الحكومه وبيقول للشو تسكت عشان هو المسؤول عن نيجي وليلينا، وبيعرفها ان هي كده بتفسد العلاقه بينهم. فبتمشي شو من المكان، وبيعرفهم الراجل ان جدة شو هي اللي اسست نظام الاشعارات، وعشان شو ذكيه ممكن ان هي اللي تمسك الاشعارات مكان جدتها في المستقبل. وبعدها بيروح نيجي وليلينا وبيكونوا مصدومين من اللي عرفوه. وبتكون ليلينا زعلانه ومفكره ان الاشعار بينها وبين نيجي كان غلط ومش حقيقي، فنيجي بيطمنها وبيمسك ايدها وبيمشوا. وبيكون نيجي بيحس بمشاعر حب ناحيه ليلينا. وتاني يوم بيروح نيجي ونيساكا والبنات على فرح اخو نيساكا، وبيكون نيجي بيفكر وهو ماشي هيختار من ليلينا ولا ميساكي. وبعد ما بيوصلوا بيقعدوا مع بعض، وبيدخل العريس والعروسه بالاطلاله الجميله، وبتكون ميساكي وليلينا مبسوطين وفرحانين. فبعدها بتبص ليلينا لميساكي وبتشكرها عشان هي احسن صديقه ليها. وميساكي كمان بتقول لها انا فرحانه عشان انت صاحبتي، وكمان انت جميله ومرحه. وبتقول لها على فكره انت هتكوني اجمل من العروسه في فستان الفرح، وكمان ما تنسيش تعزمينا على فرحك انت ونيجي. وبتكون ميساكي بتقول كده وهي كلها وجع من كل المشاعر اللي كاتماها جواها. وليلينا بتكون مستغربه ومش فاهمه حاجه. ولما بيخلص الفرح بيخرجوا عشان ياخدوا صوره جماعيه ويحدفوا الورد. وفي الوقت ده نيجي بيدور على تليفونه ومش بيكون لاقيه، وبيكون افتكر ان هو نسى في المكان اللي هم كانوا قاعدين فيه. ولما بيروح هناك بيتصدم من اللي شافه، وبيشوف ميساكي وهي قاعده على الارض ومنهاره من العياط لانها ما قدرتش تكبح مشاعرها طول الفتره دي وفضلت تعيط. وبيكون نيجي مش عارف يعمل ايه دلوقتي. فميساكي بتقول له بصوت كله وجع قول لي انك بتحبني حتى لو كان ده كده، انا مدركه ان ده ما ينفعش بس والنبي قول لي كده. ونيجي بعد ما سمع اللي هي قالته ما مسكش نفسه وحضنها، والبنت برضه بتعيط. وبيكون مشهد مؤثر بمعنى الكلمه. وبتكون ليلينا واقفه تتفرج على كل اللي حصل، وبتكون متاثره جدا من اللي حصل. وبعدها بتمشي. ولما بيخلص اليوم بيروح كل واحد على بيته. وتاني يوم بيصحى نيجي عشان يروح رحله مع عائله ليلينا، رحله للينابيع الساخنه. وبتكون الرحله جميله والكل فرحان. ولما بيروح نيجي ليلينا عشان يناموا بتصحى ليلينا وبتصحي نيجي وبتقول له انا عايز اقول لك على حاجه، انا اخدت قرار اني اخليك تتجوز انت وميساكي. وبيكون نيجي مصدوم من الكلام، وبيكون مصدوم اكتر عشان ليلينا هي اللي بتقول له كده. فبتقول له ليلينا انا قبل ما اقابلكم كنت وحيده من غير اصدقاء، والحاجه الوحيده اللي كنت بعملها هي المذاكره بس، ولكن بعد ما اتعرفت عليكم حبيت الحياه وبقى عندي اصدقاء. حبك انت وميساكي عنده القدره في اسعاد الناس. وكمان انا قريت عن الاشعارات وعرفت ان الشريكين لو ما حصلش بينهم تفاهم لمده 6 شهور بينفصلوا بدون اي غرامات. وبيكون نيشي حاسس بحاجه غريبه، وهي ان هو عايز ميساكي بس مش عايز يسيب ليلينا عشان بيحبها هي كمان. وبتكون ليلينا بتعيط هي كمان، وبتقول له خلينا نقضي الليله دي مع بعض وربنا يحلها. وبعد فتره بتروح ليلينا وميساكي يجربوا فستان، وبيكون نيشي قاعد في البيت ومش عارف يعمل ايه. فبيجيله ميساكي وبيقول له مالك حاسك زعلان من حاجه.
فبيقول له نيجي على اللي حصل، وبيقول له انا بحب ميساكي وكمان بحب ليلينا ومش عايز اسيبهم هما الاتنين. فنيساكا بيقول له الحل، بيقول له طالما بتحبهم هما الاتنين يبقى لازم تعترف لهم هما الاتنين بمشاعرك. ونيجي اول ما بيسمع الكلام ده بيكون سعيد جدا وفرحان، وبيلبس الجاكيت وبيجري بسرعه عشان يروح لهم. وفي الوقت ده بنشوف ليلينا وميساكي وهما لابسين الفستان، وبيكون شكلهم جميل جدا، وبيكونوا واقفين قدام الكاميرا وبيكونوا زعلانين عشان نيجي ما شافهمش وهما لابسين الفستان. وفي الوقت ده بيوصل نيجي على المكان، ولما بيشوفهم بيقول لهم ايه الجمال ده كده، كوكب الارض زاد قمرين كمان. فبتعيط ميساكي من الخجل، وبعدها بيقرر نيجي يتصور جنبهم هما الاتنين عشان الكل يعرف ان هو بيحبهم هما الاتنين. وبكده بيكون الانمي انتهى. اي نعم ان الانمي نهايته مجهوله للبعض منكم، بس الانمي فيه رساله جميله جدا، وهي انك ما تخليش البنت تحبك وتتعلق بيك وبعدها تسيبها، عشان البنت بعدها هتكون متدمره نفسيا. وبس كده، وما تنساش تقولي رايك عن الانمي في تعليق، ولو كنت مكان نيجي كنت هتعمل ايه. وبكده اقدر اقول لك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، وما تنساش تفعل زر الاشعارات عشان لما انزل اي فيديو جديد تكون انت اول واحد يشوفه. ويلا يا عم، سلام.